مين اللي قال عشان نعمل احلى كريمي مشروم سوب لازم نستخدم كريمه؟ تعالوا اقول لكم ازاي تعملوها من البيت تطلع كريمي جدا كده وشبه قوي اللي بناكلها بره ومن غير ولا نقطه كريمه. في حله على النار هحط فيها شويه زيت زيتون ومكعب من الزبده، وهننزل بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات صغيره. هنشوح الاول البصله لحد ما لونها كده يبدا يصفر. هننزل عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم وهنشوح البصله مع الثوم. وهنقطع بقى المشروم بتاعنا باي طريقه عادي جدا، بس قطعه بقى كميه محترمه كده. انا استخدمت تقريبا طبقين وحطيتهم كلهم، وهنشوحهم بقى مع البصل والثوم وهو ما بياخدش اي وقت خالص، شويه صغيرين كده وهتلاقوه كش بالشكل ده. هنزود بقى معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والاوريجانو او الزعتر، وهنحط معلقتين كبار من الدقيق، وده مهم جدا عشان ده اللي هيخلينا ما نحطش كريمه في الاخر. هنقلب الدقيق الاول كده لحد ما يختفي خالص. بعد كده هننزل 3 كوبايات من الشوربه، شوربه فراخ او لحمه او حتى مرقه دجاج لو حابين، وهنحط كمان 3 كوبايات من الحليب، وهنغطي عليها وعلى نار هاديه هنسيبها 10 دقائق كده لحد ما كل المكونات كده تندمج والشوربه تتقل وقوامها يتظبط. ممكن طبعا تكتفوا بكده، بس انا بحب اخلطها كده بالهاند بلندر او في الخلاط عشان تكون الشوربه كلها مشروم. شلت بس شويه مشروم سلام ورجعتهم تاني بعد ما خلطت الشوربه عشان يكون فيها سليم وفي نفس الوقت مطحون. يا جماعه بجد هتكون دي احلى كريمي مشروم سوب هتشربوها في حياتكم، لازم تجربوها.